يعني ايه تريجر وورنينج في الافلام والمسلسلات وليه دي حاجه فعلا مهمه؟ في الطبيعي قبل ما تبدا اي فيلم او اي مسلسل بيبقى فيه تريجر وورنينج او تحذير لو الفيلم ده بيحتوي على مشاهد فيها عنف او مشاهد حميميه او في نوديتي. دي مهمه لاكتر من سبب، انا هقول سببين منهم، وتاني سبب هو الاهم بالنسبه لي. اول سبب علشان تهيئ الشخص العادي اللي بيتفرج ان في مشاهد هيشوفها في الفيلم، كنوع من انواع الاجريمنت او الاتفاق بينك وبين المشاهد انه داخل يتفرج على الحاجات دي، علشان لو هي مش مناسبه ما يتفرجش عليها. تاني سبب علشان الاشخاص اللي عندهم تروما او صدمه ريليتد بالمواضيع دي، لان لو حد عنده تروما او صدمه وشاف مشاهد مرتبطه بالصدمه دي فالنيرفس سيستم بتاعه او الجهاز العصبي بتاعه بيرياكت بشكل عنيف جدا على المشاهد دي. وكمان لو حد عنده PTSD او تروما بعد الصدمه واتفرج على مشاهد مرتبطه بالصدمه دي حقيقي ممكن يجيله بانيك اتاك. وانا مش بمارس دور الرقيب، ولكن عشان حسيت ان ده مهمش في السينما والدراما المصريه، وده مش بيقلل من قيمه العمل كعمل فني، ولكن حقيقي دي حاجات مهم ناخد بالنا منها.